في ظل ضجيج السوشيال ميديا وكثرة المشتتات ضاعت القدوات. عشان كده قررنا الرجوع للأصل، ومين أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لينا. هنبدأ معاكم سلسلة على ضرب المصطفى صلى الله عليه وسلم بإذن الله وتوفيقه. السلسلة مش هتكون مجرد سرد فقط، احنا هنعيش السيرة النبوية ونركز على أدق التفاصيل بطريقة تخليك تستمتع بالمشاهدة. النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف، وبنعد بعدها لحد ابن عدنان حوالي 16 جد. وقالوا عدنان من نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، لأن ما بين عدنان إلى إسماعيل مفيش سند ثابت صحيح. أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كلهم ذو شأن. قصي بن كلاب هو أول من جمع قريش في مكة بعد تفرقهم، وهو اللي نظم أمر الحرم والكعبة. عبد مناف زاد قريش شرفا وسلطانا، وكان مشهور بالحكمة والمروءة. وهاشم بن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم الثاني كان أول من سن رحلتي الشتاء والصيف للتجارة بين مكة والشام واليمن، وكان كريم يطعم الحجاج في مكة. هاشم تزوج سلمى بنت عمرو من بني النجار بالمدينة، وركز مع بني النجار عشان هنرجع لهم كده. ولدت له شيبة الحمد اللي هنعرف ازاي بعد كده لقب بعبد المطلب. ومات هاشم في مدينة غزة بفلسطين أثناء رحلة تجارية. ولما كبر شيبة جاء به عمه المطلب ابن عبد مناف أخو والده هاشم بن عبد مناف من المدينة إلى مكة ليربيه. ولما دخل به مكة الناس ظنوا ان شيبة هو عبد للمطلب وليس ابن اخيه، وظل اسم عبد المطلب ملازما له بعد ذلك. ده كان اول جزء من السلسلة، ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك باقي الاجزاء.